لو انت في تالتة ثانوي وبتأجلي واهلك ضاغطين عليكي، اسمعي الفيديو للاخر لانه هيغير طريقة تفكيرك نهائيا. وما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك واشتراك وشيروا الفيديو ده كتير جدا عشان يوصل لكل الاهل. واهلا بيكم في ستيب تو سكسس. المكان ده بنحاول فيه نبدأ من جديد، حتى لو تعبنا حتى لو وقفنا، المهم ما نقفش. طيب يا جماعة، انا دلوقتي النهارده كنت برتب مكتبي عادي، ولما خلصت حسيت قد ايه المكان المرتب بيفرق فعلا في النفسية والتركيز. فقلت افتح الكاميرا واتكلم معاكم وناخد شوية فضفضة مع بعض وشوية نصايح مهم انك تلتزمي بيها وتعمليها وتكوني فاهماها وانتي في تالتة ثانوي. كل الطلاب اللي بيدخلوا لي على التيك توك او في اي منصة انا موجودة عليها ويقولوا لي احنا هنأجل السنة، احنا مش هينفع نكمل، احنا خلاص ضاعت علينا الايام، ومع انهم بيكونوا مذاكرين في اول السنة وكده، عايزة اقول لكم حاجة واحدة بس، ان الكسل اللي انتوا بتلجأوا له ده بيدمر حياة كاملة. واحنا فاكرين ان انتوا فاكرين ان ده مجرد ايه، تأجيل وبس. لا يا جماعة، الكسل ده مش راحة، الكسل ده بيدمر. انا شخصيا لما سبت نفسي الكسل فترة نفسيتي تعبت جدا، وبقيت طول الوقت مرهقة ومش قادرة اعمل اي حاجة. عشان كده ما تستهزئوش باي تعب نفسي او ضغط خالص، بالعكس انتوا لازم تكونوا عارفين التعب الضغط او النفسي ده لازم تطلعوا نفسكم منه. ما تخلوش فترة التعب دي تأثر عليكم بالسلب وتقعدوا تقولوا احنا مش هننفع، احنا مش نافعين، احنا ومن هنا يا جماعة انا حابة انصح كل الوالدين، هم على راسي من فوق وانا بحترمهم وبكن لهم كل الاحترام والتقدير. بس يا جماعة اسمعوا مني بجد، والله انتوا لما تضغطوا على ولادكم وتقولوا لهم ذاكروا انتوا مش بتذاكروا، حتى لو انت شايفاهم بيذاكروا مثلا مجرد ما هم قاموا، انا عارفه كويس وكل الناس عارفه ان انت من خوفك عليهم بتنصحيهم بالسلب. طيب انت لما بتنصحيهم بالسلب هم مش بيكونوا فاهمين النصيحه بتاعتك اللي هو ايه، قصدك عكسها. يعني مثلا هقول لكم يا جماعه مثال عشان تكونوا فاهمين قصدي. مامتك دخلت شفتك مثلا قاعده تذاكري، تقول لك شد حيلك اكتر، تشوفي بنت خالتك، شوفي بنت عمتك، انت مش بتذاكري، انت فاكره مجهودك ده هيدخلك الكليه اللي انت عايزاها او. يا جماعه لما الام بتقول الطريقه دي اعرفي ان هي خايفه عليكي، خايفه عليكي، عاوزاكي تجيبي مجموع هي حطاه في دماغها، هي عامله لك رينج معين مش هتنزلي منه، هي متوقعه لك كليه معينه، هي متوقعه لك مثلا اعلى من 90%. فهي لما بتكون متوقعه لك مجموع معين بتخاف ان انت مثلا تجيبي اقل منه، وهكذا. بتخاف على مستقبلك. وكمان ما تنسيش ان محدش هيخاف على مستقبلك غير باباكي ومامتك، هما اللي هيخافوا على مستقبلك، مش بنت خالتك ولا صاحبتك ولا صاحبة مامتك ولا الكلام ده. فانتوا يا جماعة ما تقلقوش، هما اهل اللي هي ماما واحدة وبابا واحد متوزعين علينا كلنا، فاحنا في نفس المركب معاكم، ما تقلقوش. بس اللي انا عايزه اقوله منكم ان انتوا لازم تفهموا عقلانيه اهلكم شويه. يعني لان احنا ما ينفعش نناقشهم مثلا نقول لهم او نزعق فيهم او لا، ما ينفعش. احنا لازم نفهم ان هم من خوفهم علينا بينصحونا بالسلب، دي اللي لازم تفهموها. طيب انا عايزه اقول للاهل ايه، علشان كده شيروا الفيديو يا جماعه علشان كل الناس تشوفه، عشان الاهل يشوفوه، لان انتوا في اهم فتره محتاجين والله الكلام ده، ان اهلكم يسمعوا عشان فعلا يكونوا معاكم فعلا فعلا وتجيب والله مجموع. لان بجد يا جماعه والله انا بكلم الاهل حاليا، ما تضغطوش على اولادكم خالص. هم في اهم فتره، هم اصلا خايفين على مستقبلهم ومدركين ان في كليه هتحدد مستقبلهم، كليه هتبقى معاهم على طول، هم مدركين ده بس هم خايفين. فانت دورك ايه؟ دورك ان انت مش هقولك كلميها، احضنيها بس، احضنيها والله، بس قولي لها ما تقلقيش انا واثقه فيكي، والله بجد هتلاقي ان هي جابت معاكي درجه حلوه وما شاء الله، والله ما شاء الله. انا عارفه ان في اهل مع اولادهم كده، بس انا بكلم اللي هو اي حد او انت مع اولادك كده برضه شجعيها اكتر، اقف معاها اكتر، خليكي انت مصدر اللي هو تحوشي من عليها الضغط ده، لان الضغط ده يا جماعه والله تقيل جدا. شفتوا كميه الادويه دي اللي موجوده قدامكم واللي كنت بوريها لكم في اول الفيديو؟ حرفيا يا جماعه الواحد بيطلع من تالتة ثانوي مش يعني، بجانب مثلا لو دخل كلية احلام وهكذا، فبيكون هو من التوتر. انا لو نفسي انا شخصيا مثلا بتوتر او انت مثلا بتتوتري، انا لما بتوتر بيحصل ايه؟ بتعب اللي هو بتعب تعب مثلا، هبوط وانيميا وكل الامراض بتجيلك. فانت بتطلعي من تالتة ثانوي بكمية الادوية دي بتمشي بيها مدى عمرك. والله يعني لحد الان بتعالج من انيميا من تالتة ثانوي،
لحد الان، يعني انتوا شايفين من امتى لحد الان مش بتتحش خالص. والانيميا كانت في ثالثه ثانوي 6.5، الوقت حاليا لما بتطلع بتبقى 7 بس. يعني بيبقى محتاجه حرفيا محاليل كل دقيقة. فيا جماعة بجد يعني، والله بجد والله إيه، ضغط الثانوية متعب، ضغط الثانوية متعب. انا مش بقول كده عشان مثلا لو حد داخل تالتة ثانوي يتخض او يتعب، لا، انا بقول كده علشان انت تكوني حريصة على ولادك علشان ما توصلهمش لاي مرحلة من الضغط ده. ان هم في اهم الايام، استغلي الايام دي انك تقربي منهم، انك تقولي لهم انا واثقة فيكم. بس يا جماعة، علشان كده انا كنت عايزة الفيديو يتشير للاهل فعلا، لان انتوا محتاجينه. تمام. اي حد بقى داخل تالتة ثانوي يعمل ايه؟ يحاول بقدر الامكان ما يمرش بمرحلة الضغط والتوتر دي خالص. هتقولي لي هعملها ازاي؟ اقري كتب، اقري كتب ازاي تكوني باردة. خليكي باردة موت.